نبدا بالوايت اديشن من الايربودز، ايربودز برو، ايربودز 3، الايربودز برو 2. ونقدر نعمل كده وهيبدا العظمه في الحدوث. تن 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 تن. وبكده يكون معانا البلاك اديشن من برضو الثلاث جنريشنز بتوعنا، الايربودز برو، الايربودز 3، والايربودز برو 2. ونعمل كده عشان الديكور يبقى افضل. السماعات دي هي افضل اصدار في كل اللي فات، تقدر ان انت تطلب اي واحده فيهم من ايج ستور، وعندهم استراتيجي جديد عشان خاطر ما يطلعوش اي ايربودز بايظه، ان هم يراجعوا كل منتج، فهتلاقي الكواليتي 100%. وكمان بيدوا ضمان 14 يوم وضمان سنه كامله على قطع الغيار بمنتهى السهوله. تعالوا نفتح العلب مع بعض ونشوف ايه الفرق ما بين كل الفيرجنز دي، وهل في فرق فعلا ما بين الابيض والاسود ولا لا. احلى احساس بحسه لما بفتح البوكيتس دي. تعالوا نبدا بالبرو 2. القصافه دي من البرازيل. برو 2 واكتيف نويز كانسليشن، اوريجينال، وكمان بنفس السيريال نمبر بتاعت الاوريجينال بكل التفاصيل، باللزقه اللي موجوده هنا، بكل حاجه. نفتح السودا ونشوف العظمه اللي موجوده هنا. الفيرجن الامريكي باحدث اصدار بالظبط، بنفس السيريال نمبر، بنفس كل حاجه، حتى الرسمه مش باينه قوي، ولكن اعتقد كده بالانعكاسات تقدر ان انت تشوفها. نخش على الايربودز 3 اللي هي قصيره من غير التيب اللي في الودن. ايربودز 3 الديزاين والكرتونه بتاعتها خاماتها كويسه قوي، في نفس الوقت الفيرجن الامريكي برضو، وكمان بنفس اللزقه بتاعت الاوريجينال والسيريال نمبر بنفس كل حاجه. نفتح السودا ونشوف هل في فرق ما بينهم ولا لا. نفس برضو الفيرجن الامريكي، شكلها حلو قوي، العلبه بتاعتها ممتازه بنفس السيريال نمبر واللزقه بتاعت الاوريجينال. بالنسبه للايربودز برو اللي هي تعتبر اقدم اصدار عندنا هنا، افضل اصدار عندهم من الايربودز برو، في كمان ANC ريدنجتون مديونا ضمان 4 شهور، وبرضو بنفس السيريال نمبر ونفس شكل العلبه الاصليه. نفس الكلام في البلاك اديشن. يلا بينا. بنفس شكل الاوريجينال بالظبط، ايربودز برو بالسيريال نمبر الامريكي اللي انت شايفه، بشكل تصميم حلو جدا. النظره المبدئيه على البوكسات فهي زي الاوريجينال بالظبط، بتصميم حلو جدا وماتيريال ممتاز. تعالوا نبدا بالوايت اديشن وبعد كده نخش في البلاك اديشن. فتحنا اول واحده الا وهي الايربودز برو 2، وفتحنا ايربودز 2 وهي اصغر علبه موجوده فيهم، واخر علبه الا وهي الايربودز برو العاديه، اول اصدار من البرو واول اصدار من الاكتيف نويز كانسليشن. فتح بمنتهى السهوله زي ما انتوا شايفين اهي. تعالوا نشوف ايه محتويات العلبه وهنقارنها فيما بعد بمحتويات العلبه اللي موجوده في البلاك اديشن. يلا بينا. دي كتيب التعليمات وبيكون فيها كلها علامه ابل الجميله جدا. هنا كتيب التعليمات وبيكون فيها علامات ابل الجميله جدا. اما هنا بقى فهي بتكون كتيبات وبتكون فيها علامه ابل الحلوه جدا. بعد كده نشوف السماعات بتكون عباره عن ايه. اهي دي السماعه بتكون بالمنظر ده، والسماعه هنا تلاقي ان هي اصغر علبه واصغر كمان بوكس اهي، ودي كمان اصغر بوكس. بعد كده خلينا نشوف ايه اللي ما وراء الطبيعه. نعمل كده ونعمل كده ونعمل كده. طبيعي جدا ان في الايربودز 3 ما يكونش معاها اي مشتملات غير سلك الشحن اللي بيكون ملفوف بشكل حلو جدا زي الاوريجينال. ليه؟ انا ما عنديش اصلا تيبس في الودن او في الايربودز بتاعتي. طيب بالنسبه لده فبيكون عندي سلك شحن برضو، وكمان التبس بتاعتي بس بتكون هنا 4 مقاسات، فده اللي بيدي ميزة عن الايربودز برو العادية. 4 مقاسات اهم بشكل حلو جدا. اما بقى الاصدار البرو العادي بيكون فقط مقاسين كمان اضافيين بالاضافة للمقاس اللي موجود، وبالتالي اول حاجة المميز في البوكسات عن بعض ان هنا في مقاسين فقط اضافيين وسلك الشحن، هنا في سلك شحن فقط، وهنا في 3 مقاسات اضافيين للتبس الموجوده، وبالتالي مش هتتعب خالص في حجم التب اللي موجوده داخل الود، وكمان بالاضافه لسلك الشحن. تعالوا ننظف الكلام ده ونشوف البلاك اديشن. البلاك اديشن زي ما انتم شايفين كده. نفتح العلبه مع بعض. في عظمه بتحصل هنا يا جماعه.
في عظمه بتحصل هنا. بعد كده الايربودز 3 اللي هي اصغر علبه فتحت بمنتهى السهوله. اما بقى الايربودز برو اللي هي اكبر علبه واتخن علبه واول اصدار من البرو والاكتيف نويز كانسليشن، بنفتحها برضو بمنتهى السهوله بالمنظر ده. ما تخلينا نفضي الدنيا كده ونشيل الابيض. ايه اللي موجود عندي هنا؟ كتيبات تعليمات بابل لوجو. الله، كتيبات تعليمات بابل لوجو. الله، كتيبات تعليمات بابل لوجو. الله الله الله. الفانتوم بلاك او الماد بلاك بطير مستهويني جدا. دي نفس الكلام، اصغر بوكس، تحس ان هي عامله زي البيض البلدي مثلا، انا اسف على التشبيه يعني. ودي البرو، اللون والملمس بتاعها خطير. فيرست امبريشن. تعالوا نشوف هنا وهنا وهنا. الحمد لله ما عملوش الاسلاك كمان اسود. نشوف السلك سلك سلك بشكل حلو جدا زي الاوريجينال بالظبط. وهنا نفس بالظبط اللي موجود في الابيض، 3 ريبليسمنت للتبس اللي في الودن. وهنا مفيش تبس اصلا عشان خاطر انا ما عنديش تبس في الودن. وهنا سلك الشاحن و 2 ريبليسمنتس فقط للتبس. تعالوا نشيل الكلام ده ونحط الابيض ضد الاسود. ايه رايكم يا جماعه في العلب وفي الباكجينج بتاعتهم؟ زي الاوريجينال بالظبط مع اختلافات بسيطه زي البرو 2 والضمان اللي هم حاطينه وكل الكلام ده. خلينا نشوف نشيل العلب برضو ونشيل البلاستيكات اللي موجوده على البوكس بتاع الشحن. ابتديت اشيل اول واحد وابتديت احس بالملمس بتاع الماد بلاك اللي موجود، جميل جدا جدا جدا. اول واحده. تاني واحده. انا مش عارف انتوا حاسين بالجمال ولا لا. الجمال عدى الكلام والله. الابيض عشان خاطر جلوسي فبيتشال اللزق بتاعه بسرعه قوي. المط الاسود بيعذبني شويه عشان خاطر اشيل الباكجينج اللي عليه ده، بس قشطه يعني، كله بيتشال يا باشا. خطيره الصراحه، منظر طبيعي جامد جدا 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 بشكل رهيب، بيخطف الانفاس ويخطف كل قلب بيحب الايربودز او اي سماعات. السماعات جايه بديزاين ممتاز، يعتبروا ايدنتيكال سواء في الابيض او في الاسود، خاصه في الايربودز برو 2 اللي فيها العليه او مكان العليه تقدر انت تشتريها من اي حته. وكمان هنا عندك سبيكر جوه البوكس نفسه، وبالتالي زي ما انتم سامعين كده تسمع الصوت. الله يا جماعه، السبيكر هنا شغال. قلت لكم ده اعلى فيرجن موجود في السوق المصري كله. الايربودز برو، الايربودز 3. الله يا جماعه، ايه ده؟ ايه الشياكه والحلاوه دي؟ تحفه خطيره. دي برضو تحفه. اللهم صل على النبي، بجد صلوا على النبي يا جماعه. الايربودز برو العاديه هتلاقيها ان هي مشابهه جدا للابيض. الاثنين ايدنتيكال بنفس كل المقاسات، بنفس كل حاجه، نفس حتى الاضاءات اللي موجوده فيه. طيب لو خدنا واحده من السودا دي وواحده من السودا دي، هنطلع الاختلافات. هنطلع الاختلافات. هنا في سبيكر وميكروفون، وهنا مفيش في الايربودز برو العاديه. هنا في مكان العليا، هنا مفيش. الاثنين من ورا الاثنين شبه بعض جدا. لو فتحت السماعتين هلاقي ان الايربودز برو مختلفه شويه في مكان السماعات. الايربودز برو والايربودز برو 2 هتلاقوا اختلاف السماعات واختلاف اماكن السيريال نمبر. السيريال نمبر اهو، مكان المايك والسبيكر، المايك. وهنا بقى بتكون حته كده تحت ومكان السيريال نمبر مختلف شويه. وكمان الجزء اللي فوق المايك، وكمان المايك اللي بره، وكمان الحته اللي تاتش هنا او هنا. الاتنين تقريبا في نفس المكان اللي هو هنا. الضغط بتاعهم بيكون كويس قوي، وهنجربه مع بعض برضه. والجميل جدا كلهم فيهم سنسور عشان خاطر لما تقلعها من ودنك توقف الاغاني. كلهم فيهم وايرلس تشارجر زي ما هنجرب كمان شويه. بدأنا الوايرلس تشارجنج عن طريق الموبايل بتاعنا. خلينا نجرب. اللمبه نورت فيها وايرلس تشارجر، اللمبه نورت والصوت عمل يبقى فيها وايرلس تشارجر. اللمبه نورت والنغمه اتعملت يبقى فيها وايرلس تشارجر، وفي صوت كمان من السماعه. جميله جدا. الصوت واللمبه والموبايل عمل صوت يبقى فيها وايرلس تشارجر. اخر حاجه الايربودز برو العاديه، والايربودز دي عاديه تلاقي اللمبه نورت وهتسمع الصوت. الايربودز برو العاديه اللمبه هتنور وهتسمع الصوت. واكتر حاجه متحمس ان انا اجربها هو الايربودز برو 2 والسماعه اللي موجوده فيه. خلينا نفتح كده الايربودز بلاك اديشن اللي انا متحمس لها جدا ان هي
تبقى السماعه بتاعتي الرئيسيه، ظهر ان هي لونها ابيض على الرغم ان هي لونها اسود. خلينا نشوف دي، بمجرد ان انا بخلع واحده منهم بتظهر بشكل حلو جدا، الباتري بتاعتها ممتازه. خلينا نشغل ميوزك ونشوف هل السنسور شغال ولا لا. شغل ساوند كلاود بتاع الفقرة. بتقدر ان انت توطي الصوت من فوق، يعني التاتش متقسم لحاجتين. لما شلت السماعة لقيت الميوزك وقفت. التاتش متقسم لحتة فوق وحتة تحت. الحتة اللي فوق بتعمل بلاي وبوز، والحتة اللي تحت في الشمال بتوطي الصوت، والحتة اللي تحت في اليمين بتعلي الصوت. اول ما حطيتها لقيت الدنيا اشتغلت تاني. دوست كده دبل كليك وتريبل كليك، بتلاقي ان انا بقلل كمان الصوت وبعلي الصوت. ولو دوست دوسة مطولة هتلاقي الفيرجن، هتلاقي المود اللي انا شغال فيه اختلف. كونكتنج تاني، عندك مود للنويز كانسليشن، طبعا مش شغال بكفاءة عالية، ولكن ان هو يكون عندك الانترفيس ده فده جامد جدا. تقدر ان انت تتحكم في كل حاجة، يعني بريس اند هولد انت تقدر ان انت تروح للنويز كنترول او للسيري مود. يعني أنا لو كده في الرايت دوسة مطولة، هاي سيري، هي بتكلمني. الصراحة صوتها حلو جدا، البيز بتاعها كويس محترم بالنسبة للفئة السعرية بتاعتها. في نفس الوقت هو أعلى إصدار موجود عندك في كل دول، وبالتالي بيديك أحلى تجربة استخدام، بالإضافة كمان للمايك اللي موجود تحت عندك. تعال نشوف برضو Find My Device. تعال نشوف برضو Find My Device عشان نكمل تجربة الاستخدام. AirPods Pro نمبر 2. خلينا نرمي دي هنا. جاب اللوكيشن. طيب خلينا نعمل بلاي ساوند. اول ما مسكتها، اول ما امسكها الصوت بيقف. بس كده. لو عايزين انتوا تشتروا اي حاجه من دول هتلاقوا اللينك تحت في الديسكربشن من ايجي ستور بخصم كويس جدا، بروم كود احمد سامح ريفيوز، وبضمان زي ما قلت لكم 100% كواليتي. مش هتلاقي في اي واحده من دول عيب خالص. متنسوش تعملوا سبسكرايب، متنسوش تعملوا شير.